ليش البنات قبل ما يتجوزوا ما بيكون عندهم مسؤولية وبتكون عندهم لا مبالاة مو طبيعية، وإذا خرب أي شي بالبيت عندهم عادي، ما عندهم أي مشكلة، والطبخ ما بيقربوا عليه. ببيت أهاليكم بيضة ما بتعرفوا تقلوا، وبصلة ما بترضوا تفرموا مشان ما تدمع عيونكم يا بعدي، وسائل الجلي بتخلصوه بيومين، ونص الكاسات والصحون بتتكسر، وإذا قليتوا بيضة بتحطوا نص علبة السمنة. ولما تتجوزوا بيظهر الإبداع تبعكم ما شاء الله عليكم. عند جوزك بتفرمي كيلو بصل وانتي عم تبكي وتتنشوقي وتمسحي بدموعك، والدجاج بتغسليه وبتنظفيه يلي كنت ببيت أهلك تقرفي منه وما تقربي عليه، والغسيل يلي كان يضل عند أهلك يومين بالغسالة ما تنشريه، سبحان الله عند جوزك بتنشريه وبتكويه. وكل شي ببيت أهلك بتشوفيه سبحان الله بتشيليه وبتاخديه لعند بيت جوزك. والتبذير يلي كنت تبذريه والصرف يلي كنت تصرفيه ببيت أهلك بيقلب حرص عند بيت جوزك، وبتصير تصوري بهالطبخات وهالحلويات وتبعتي لأهلك، شي بيعرفوه شي ما بيعرفوه. وين هالإبداع هذا كان؟ هذا كله كوم، وصوتك يلي بتغيريه كوم تاني بيتحول من صوت جعفر لصوت ناعم رقيق. بس عيارك لحد أول ولد وبيرجع صوتك لطبيعته، لأنه مع الأولاد ما بتقدري تتعاملي معهم بصوتك الدافي. ومكياجك وعطوراتك يلي عند أهلك يلي بده راتب شهري، عند جوزك إصبع حمرة بكفيكي، هاي إذا فضيتي تحطي مكياج. أنا بتمنى تكونوا عند زواجكم هيك حريصين، بس شو السبب إنه لما تكونوا عند أهلكم غير ولما تكونوا عند زواجكم غير؟ وعلى فكرة أنا ما بستثني حالي، أنا لما كنت بنت كنت هيك. شو السبب يا بنات؟ يعني الوحدة فينا لما تكون ببيت أهلها ما بتحس البيت بيتها ولا كيف؟ رفيقة إلي بتقلي إنه الأهل ما ببين فيهم، يعني عند الجوز ببين. صبايا هذا الحكي كله للمزح، عند رب العالمين ما بضيع شيء، وشو ما اشتغلتوا وشو ما عملتوا لأهلكم وإن كان لجوازكم ولأولادكم لإلكم لبيوتكم